لا تتوهم أن الدين هو أن تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتزكي وتحج وتنطق الشهادة وانتهى الأمر. لا، هذه عبادات شعائرية، وهي فرائض ستحاسب عليها، لكنك لن تقطف ثمارها ولن تحقق أهدافها إلا إذا صحت عبادتك التعاملية، ولن تصح عبادتك الشعائرية إذا ظلمت وقصرت وآذيت وكذبت وشتمت. انتماؤك الشكلي إلى الدين هو بينك وبين الله. تضع صورة للكعبة بصدر بيتك لا يكفي، مصحفا في سيارتك لا يكفي، آية قرآنية على حائط محلك لا يكفي، مسبحة في يدك لا يكفي، تذهب للعمرة 30 مرة لا يكفي، تقف على سجادة الصلاة 70,000 مرة لا يكفي. الدين هو استقامتك، معاملتك، رحمتك، صدقك، عدلك، تربيتك لأولادك، برك لوالديك، حفظك للسانك عن أعراض الناس، غض بصرك، نظافتك. الدين هو حسن تعاملك مع الآخرين، الدين هو لسانك، الدين كله أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.